طيب احنا ليه مش عارفين نرتاح؟ الراحة دي معناها ان انا باخد بريك منكم، فانا وظيفتي ان انا اوفر لها العالم اللي تتعرف عليه بطريقه امنه ليه يعمل اللي هو عايزه في اوضته. يعني شخبط على الحيطه، هنا بعلمه كذا حاجه، بعلمه الخصوصيه، بعلمه يحترم حدوده، وبعلمه انت حر في مساحتك الشخصيه. هل الموضوع متعلق بيا لوحدي ولا متعلق بحد تاني؟ اولا انا عمري ما هعرف اكفل لاولادي اللي احنا عمالين نحكيه ده غير لما اعرف اكفله لنفسي، لما انا يبقى ليا مساحتي الامنه، مساحتي الخاصه اللي بعرف اقعد اشرب فيها حاجه، انا سامعه ان هم بيكركبوا اوضتهم جوه، هسيبهم، هم عايزين يهزروا، هم عايزين يضحكوا، هم عايزين يلعبوا في العقله، انا مخليه لهم الاوضه بتاعتهم امنه، يعني ما فيهاش حاجه يتخبطوا فيها، ما فيهاش حاجه يقعوا منها، هي كلها على الارض مراتب، فهم او اخلي مكان كده، مش لازم اوضتهم اللي بيقعدوا فيها او اللي بيناموا فيها، في اوضه تانية هم بيعملوا فيها كده، في مساحه في البيت هم بيعملوا فيها كده، بصرف النظر هنسميها ايه، كلها مراتب، كلها حاجه على الارض، كلها حاجات يتنططوا عليها، بالذات لو ولاد، يعني بالذات لو عندنا الاطفال ولاد بيحتاجوا في عمر معين ان هم يبقوا بيتحركوا كتير. هل ده طبيعي في سنهم؟ ايوه ده طبيعي في سنهم. فلما اكفل لنفسي الاريحيه دي، او لما اكفل لنفسي الراحه الدوريه دي، انا هعرف وقتها زي ما قدرت وتقبلت ان انا محتاجه ارتاح، وان انا محتاجه اخد بريك ولو بسيط، هم كمان محتاجين يعملوا ده. طيب انا ممكن اخد البريك وهم نايمين على فكرة، بس برضو هحتاج وهم صاحيين اديهم الحرية بتاعتهم اللي يعملوا فيها اللي هم عايزينه. الرولز حلوة والقواعد جميلة وكلنا بندعو ليها لانها بتحسس الاولاد بالامان في التربية، بس احيانا بنحتاج نتفق على ان مفيش قواعد، نتفق على ان ده يوم مفيهوش قواعد، اللي عايز يعمل حاجة يعملها، اللي حابب، لو احنا عاملين مواعيد للأكل، مواعيد للنوم، اليوم ده مفيهوش حاجة، مفيهوش مواعيد. الرولز طول الوقت بتخنق وبتضايق، فدوريا من اللطيف ان احنا نعمل يوم ما فيهوش رولز، زي الويك اند كده. احنا زي ما بنروح المدرسه طول الاسبوع بنصحى في وقت معين وننام في وقت معين، فبيجي الويك اند نعمل ايه؟ نخرج، نتفسح، نتنطط، نعمل حاجه. طب ما عرفناش نخرج او مش عارفين نروح اماكن او مش عارفين نروح، لازم ده يكفل ليهم في البيت علشان نبقى مش مضطرين نبقى بره البيت عشان يعرفوا يتنططوا ويعملوا اللي هم محتاجينه. الكومنتات كانت من وسط الحاجات اللي بتدل عليها اننا معتقدين ان احنا حتى في الجانب الديني هنتحاسب عليهم، هنتحاسب على تربيتنا ليهم، ومش هنتحاسب على نفسيتنا او على نفسنا او على راحتنا. مش بندعو في الفيديو ده ان احنا نبطل تربية ونوقفها ونروح بقى نشوف احنا عايزين نعمل ايه او نرتاح ازاي او النموذج ده من الامهات بينقد كتير وبيأثر كتير في تربية اولاده، والحقيقة ان هو بيتحمل اثر التربية دي او الناتج عن عدم التربية ده. النموذج النقيض بتاعه ان انا طول الوقت بربي، طول الوقت واخده بالي، طول الوقت بقول لا وبأس وما تعملش وبعمل وطول الوقت بأعمل عقلي معاهم ومش عارفه ارتاح، لان انا لما بخرج من تربيتهم وهم بيناموا او بيروحوا المدرسه او انا بنتبه لشغل البيت، فانا شخصيا مش عارفه ارتاح. النمطين غلط، النمط اللي في النص هو اللي صح، ان انا بربيهم، طب ناموا او راحوا المدرسه، محتاجه ارتاح وبعدين اقوم اعمل شغل البيت. من الحاجات الجميله اللي كانت بتذكر على السوشيال ميديا قبل كده انه البيوت المكركبه معناها ان فيها بني ادمين عايشه، المطبخ اللي فيه مواعين معناها ان فيه بني ادمين كلت وانبسطت، الاوض بتاعت الاطفال اللي مليانه لعب معناها ان فيها اطفال سعداء، مش الجانب الوحش اللي احنا دايما شايفينه. فاحنا محتاجين نرأف بحالنا، نعمل توازن ما بين ادوار حياتنا، بس نحطنا في الادوار دي. المشكله فينا فين؟ اننا مش حاطين نفسنا في الادوار دي، احنا فاكرين ان احنا عباره عن البيت والأولاد والنظام حتى والزوج، احنا ولا واحد فيهم، احنا ولا واحد فيهم، دول أدوار احنا بنلعبها. طب حلو، أنا بلعب الأدوار دي أو بقوم بيها، مش أنا لازم أكون شخص متزن؟ مش أنا لازم أكون شخص عارف أقف على حيلي عشان أعمل الأدوار دي؟ إذن أنا في دور تجاه نفسي محتاجة أعمله، زي بالظبط
كان دايما بنذكره النموذج بتاع الانقاذ في الطياره. لو الطياره بيجرى لها حاجه، مين اللي ياخد تحط الماسك على وشه الاول، انتي ولا ابنك؟ الحقيقه ان انتي مش ابنك، لازم انتي تعرفي تتنفسي عشان تعرفي تنقذي ابنك في الاخر، مش العكس. ده الترتيب الطبيعي في الحياه عامه. عشان اعرف استمر في ادواري، عشان اعرف استمر في اللي انا بعمله ده، في الحاجات المطلوبة مني اللي انا هتحاسب عليها، اللي ربنا هيحاسبني عليها. من اول الحاجات اللي هتحاسب عليها، انتي عملتي ايه مع نفسك؟ انتي هتتحاسبي على نفسك، هتتحاسبي على اي تقصير تجاه نفسك. مش بنقول نبقى مدللين زيادة عن اللزوم، لا، نبقى مسؤولين ونبقى قد المسؤولية اللي ربنا حطنا فيها، ونبقى بنربي ولادنا وكل حاجة. بس من وسط تربية الاولاد اني اعلمهم يكفلوا لي حق الراحة. لان في نموذج سائد جدا وبيجيلي احيانا وهم كبار، من كتر ما هي مرتاحتش، ولادها لما كبرت وارتاحت عايزه ترتاح من التعب، بيلوموها: انت ازاي ترتاحي؟ انت ازاي ده في دور ما اتعملش؟ لانها طول الوقت بتعمل الدور ده. فهو الحقيقه ان احنا في ترتيب كده احنا متبرمجين عليه، ان احنا معتقدين ان انا لما اتعب لهم قوي لما هم صغيرين، ان هم لما يكبروا هيطلعوا يتعبوا لي قوي. والحقيقه ان ده غلط. انا لما هتعب لهم وعلمهم وهم صغيرين يتعبوا لي ويكفلوا لي الراحه، يطلع لما نكبر فيه بالانس. لكن انا لو تعبت لوحدي وهم صغيرين، الحقيقه هيكبروا متعودين على ان انا لوحدي اللي بتعب وهم ما بيتعبوش في حاجه. فانا مطلوب مني اكمل ده الى ما لا نهايه، وده انسانيا وكطاقه بني ادمه غير محتمل. كان هدفي من الفيديو ده ان انا انبه واقول ان انماط الردود اللي اترد عليها في الفيديو الاولاني كانت ملفتة للانتباه بالنسبة لي. في ناس كانت فاهمة ان ده كأنه مش من حقي، وكأنه حاجة مش المفروض ان انا اعملها، وده نمط مش صح لينا، سواء على الصعيد الشخصي دلوقتي او في المستقبل، سواء لينا او لولادنا. اول حد انا بعلم بيه ولادي ان هم يبقوا قائمين بذاتهم ومستقلين هو انا. لو انا مش عارفه اكفل لنفسي الحقوق والحاجات اللي انا عايزاهم يتعلموها، مش هيتعلموها. لو انا مش عارفه ارتاح، هم مش هيعرفوا يطلعوا يرتاح، مش هيعرفوا يبقوا مش فاهمين يعني ايه ان يكفلوا للاخرين راحه، وفي منهم هيطلعوا هم نفسهم مش عارفين يرتاحوا. لو انا مش عارفه اخد حريتي ومساحتي الشخصيه في بيتي، مش هعرف اديها لهم وهم صغيرين، فهيطلعوا مخنوقين في البيت ومش حابين يقعدوا فيه. الموضوع انا شخصيتي واللي بعمله مع نفسي متعلق جدا بيهم. فمحتاجين نركز ان احنا مش بنعمل حتى ده عشان احنا بس، لا، احنا بنعمله عشان خاطرهم هم كمان.